عليكم. انا حبيت اديكم ريفيو سريع كده. انا لسه مستلمه التويست حالا. ما شاء الله، الله اكبر صراحه، يعني فوق التوقعات. يعني كنت خايفه تطلع ضعيفه او كده، لا بس ما شاء الله الايد بتاعتها طولي تقريبا حوالي متر ونص. الجزء دوت اللي فيه الفرشه هوريها لكم دلوقتي. الجزء دوت معدن مش بلاستيك، سامعين؟ ده الجزء اللي احنا بنحركه عشان نشغل التويست. بصوا الديتيلز بقى. بصوا الجزء بتاع المفصله بتاع الايد هنا، الحركه بتاعتها يعني قويه، مش ضعيفه خالص. سامعين؟ بصوا بتقف اصلا، بس هي عشان على السرير. آه ال ال الغيار بقى حكايه، يعني اتفاجئت. الغيار يا جماعه، بصوا اصلا اتنت معايا ازاي، اتني في كذا في الاربع اتجاهات. بصوا الغيار انا ما استحملتش اصلا، قمت كانسه حته كده على الناشف، لمت تراب ووبره، وقمت عاملاها بالفرشه. هوريكم دلوقتي. الغيار فيه جزء ناعم وجزء كده زي ما يكون خشن شويه، ده زي مقشه عشان تلم لو في اي حاجه على الارض. يعني بصوا هنا مثلا على الارض عندي، بصوا كده ورا الباب على الناشف. انا لسه مستنياها ولسه مطلعها من علبتها. اوكي، انا بس عشان اوريكم. طبعا لو مبلولها اكيد هتلمي اكتر وكمان. بصوا لمت ايه، بصوا لزق فيها ايه. تمام. انا خلعت الفرشه اللي هي موجوده في الايد من فوق. بتدوسي على الجزء دوت كده بس عشان تطلع معاكي وتشديه. الفرشه مش الفرشه عباره عن سيليكون. بصوا. تمام. ما شاء الله. بصوا بقى، انا كنست لسه ما مسحتش، اما اجربها في المسح برضه هوريكم. بصوا طلعت ايه بكنسه كده، يا دوب مشيت على الارض وهي ناشفه. انا لسه فاتحاها من علبتها حالا. شايفين؟ بصوا عامله ازاي، ما شاء الله. بصوا طلعت ايه. بصوا طلعت ايه، كله ده لزق فيها. برضو لما اجربها في المسح اقول لكم. بس هي صراحه طلعت ما شاء الله خطيره، خامتها انا كنت متوقعه ان هي اكيد هتبقى حلوه، بس لا، طلعت حلوه بزياده. وموضوع الفتح والقفل برضو بتشد كده، تعصر. يعني ممكن تعصري الميه نص عصره، ممكن تزيدي كده فتعصر زياده. شايفين؟ حلوه قوي. مبروك على كل اللي حجزها، واي حد عايزها هي لسه متاحه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا التويست موب والجردل. تمام. هوريكم دلوقتي بقى، هجربها معاكم. أول مرة أجربها لسه أهو، بعد ما عملت ريفيو بتاع أول ما فتحتها. ما شاء الله الجردل معمول مخصوص عشانها. أنا حطيت فيها شيت من ألواح الغسيل أهو. تمام. سهلة جدا في الاستخدام. دلوقتي بقى في مكان كده فيه بقى، فانا هاخدها مش هعصرها. عايزه انضف المكان ده، كان تحت الترابيزه حاجه مدلوقه، فهنضف وبعد كده ايه، اعصر وارجع اعيد عليها تاني.
شاء الله بتلمع الارض، وانا اصلا حاطه لها ربع غطا كده، ربع شيت من الواح الغسيل، فمديه زي رغوه كده على الارض. فما شاء الله حلوه قوي. تمام، هي ما شاء الله طويله قوي، ف سهله جدا في الاستخدام يعني. شايفين الارض نطفت، البقعة اللي كانت هنا اللي على الارض ده بوهية للاسف. البقعة اللي كانت هنا الحمد لله راحت. عايزين نشوفها بقى من تحت كده. بصوا لمت الحاجات اللي كانت على الارض برضو. كل ما بسكويز اكتر بتعصرها اكتر. نشفت خالص اهي. ما شاء الله، لما عصرتها قوي نشفت خالص، بتنشف بقى. ما شاء الله سهله وخفيفه كده في الاستخدام وطويله. وانا عاجبني قوي ان الجردل معاها كمان، فبيسهل الدنيا بدل ما كل شويه اغير واروح واجي. فتمام يعني. هوريكم برضو وانا بنضف الغيار. الجزء اللي فوق دوت هو اللي فيه الفرشه، هو بيبقى كبس كده، بتدوسي على الجزء ده اللي هو الرمادي ده، الجزء اللي فوق الرمادي ده هو اللي بتدوسي هنا على الجزء ده، هو مكبوس جامد يعني، بحيث اللي هي الجزء اللي بتعلقيها منه بتدوسي جامد وتقومي سحباها، الفرشة بتطلع اهي. الفرشة سيليكون، اوبا، بننضف بيها بقى الغيار. بتشيل الشعر والحاجات اللي لزقت في الغيار. بيطلع، مش عارفه اوضحها ولا لا، باين تمام. بننضفها وخلاص كده، وهي كده كده هغسلها في الجردل، مش محتاجه ان انا حتى اروح بيها على الحوض يعني. عايزه اوريكم بس العصر. امسك كده، بصوا معايا كده العصر. انا دلوقتي ممكن اعصرها كده نص عصره، اكتر بقى. بصوا، فبتطلع ما شاء الله ناشفه جدا يعني. لا هي حلوه وعمليه صراحه، وطلعت ما شاء الله الله اكبر جميله، والجردل بتاعها امور وعسل خالص، وعلى قدها كده، وبالتالي كمان هيبقى على قد المساحه التانية بتاعت جرين واي. المساحه فعلا طلعت تحفه، ومبروك على كل اللي خدها. انا خلصت دلوقتي، سرحت بقى، نظفت تحت السفره وبقيه الحاجات وكده. الميه طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. المهم يعني ايه، هننضف دلوقتي الغيار عشان اركنها نظيفه، عشان طول ما انت بتركني الغيار نظيف هتعيش معاكي سنين. انما لو خلصتي وقمتي راكناها زي ما هي كده من غير ما تنضفيها، اكيد هيجي عليها وقت وخلاص يعني الغيار التراب بياكل الحاجه اصلا. تمام. وهوريكم ازاي بفك الجردل. وبقى دلوقتي في حب الجردل يعني، دوت هو الجردل اللي انا لسه يا دوب غسلته بس. دي الايد بتاعته. تمام. الجزئين دولت بيخلوه يبقى ثابت تحت اهو.
اهو. ثانية واحدة. ده كده الجردل وهو مقفول تمام، عشان نفتحه وبنثبت دول كده علشان يفضل واقف ما يقعدش، يعني ما يهبطش مننا واحنا شغالين. خلصنا بنقوم لمينه بكل سهولة، مبياخدش اي مساحة، يتشال جنب اي حاجة، مفيش اي مشكلة. بس ده الجردل.